بما اننا في موسم البرتقال يبقى لازم نعمل كيكة البرتقال. اول حاجة كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هعمل معاكم النهارده كيكة برتقال سهلة جدا وبسيطة، في نفس الوقت النتيجة بتاعتها تحفة جدا. ندخل كده نشوف المقادير والطريقة. معايا بولة خدت فيها 4 بيضات، هاخد عليها نص معلقة صغيرة من الفانيليا، ممكن تحطي الفانيليا البودر او الفانيليا السايلة المتاحة عندك. هضرب كده البيض بالمضرب لحد ما اللون بتاعه يفتح. طبعا ممكن تضربي الكلام ده كله في شفشق الخلاط لو ما عندكيش مضرب. زي ما قلنا نضرب البيض كده لحد ما يفتح، وبعد كده هنزل عليه بالسكر. خلاص كده تمام. هنزل بكوباية ونص من السكر، وهضرب السكر مع البيض لحد ما برضو اللون يفتح معاكي كمان شوية كده، وتحسي ان القوام عامل زي الفوم كده. كل ما بتضربي فيه اللون بيغير معاكي، وبتطلع الكيكة بتاعتك فاتحة وجميلة. شايفين بقى تقيل وعامل زي الفوم ازاي؟ هنزل عليه بمعلقة صغيرة من بشر البرتقان. بشر البرتقان طبعا هيدي للكيكة ريحة حلوة، وهيدي لها كمان طعم حلو، لو في زفارة في البيض بيشيل زفارة البيض. خلاص كده تمام. هنزل بنص كوبايه من الزيت. الكوبايه اللي انا معايره بها الزيت بعاير بها السكر، بعاير بها الدقيق، وده المج بتاع الشاي، المج ده موجود في كل بيت. نزلت كده بكوبايه من عصير البرتقال. عصير البرتقال ده انا ضرباه كده بدون ميه ولا سكر، يعني برتقال بس وكده فرماه في الخلاط. هقلب كل الكلام ده كده مع بعض. بعد كده هاخد معلقه من الخل. المعلقه الخل دي بتدي هشاشه للكيك، ولو في زفاره في البيض بتشيل زفاره البيض، فهو محسن للكيك. هنزل ب3 كوبايات من الدقيق، وزي ما قلنا 3 كوبايات الدقيق دول بالمج اللي احنا معايرين بيه السكر والزيت. خدت كيس من الكيك شيف، وهاخد رشة بسيطة خالص من الملح. هنضرب بقى كده المقادير مع بعضها لحد ما الدقيق بس يختفي. ما تضربيش كتير عشان الكيك ما يعملش معاكي عرق، فما تضربيش فيه كتير. شايفين المقادير سهلة خالص. 4 بيضات، كوباية ونص من السكر، نص كوباية من الزيت، كوباية من عصير البرتقال. خدنا 3 كوبايات من الدقيق، معلقة من الخل، كيس كيك شيف، رشة ملح بسيطة. هنقلب كده بس لحد الدقيق ما يختفي. خلاص كده تمام. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ احنا مش عايزين القوام يكون خفيف قوي ولا تقيل قوي، يعني تكون القوام زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. ممكن طبعا بقى تحطها في صينيه. انا هحطها كده في القوالب بتاعه الانجليش كيك. القالب ده انا دهناه بمكعب من الزبده. لما بتدهني الكيك، القالب اللي بتحطي فيه بمكعب من الزبده مش بتلزق معاكي، ما تحطيش دقيق. لكن لو دهنه بقى زيت او سمنه، رش كده رشه خفيفه من الدقيق. نزلت كده بالكميه في القالب بتاع الانجليش كيك. هسوي كده القوالب كويس، وبعد كده هظبطها وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. قعدت معايا في الفرن 35 دقيقة. هبت القالب كده هبدتين، خرجت الهواء اللي فيه، وبعد كده هنضف اي حاجة زايدة على الحرف بتاع القالب عشان ما تتحرقش معاكي في الفرن. وزي ما قلنا هندخلها على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. شايفين بقى الكيك قعدت معايا بالظبط 35 دقيقة. اختبرتها كده بعود من اعواد الشيش طاووق. شايفين ما شاء الله اللون بتاعها جميل جدا. كمان شايفينها لما تتقلب شكلها عامل ازاي. زي ما قلت لكم شايفين الزبده مش بتخلي الكيك يلزق معاكي، والقالب طالع نظيف مفيش فيه اي حاجه خالص. شايفين الكيكه هشه جدا وجميله وطريه. ما شاء الله كانت طالعه تحفه. خلاص كده شايفين اللون بتاعها عامل ازاي. ما شاء الله كانت جميلة بمعنى كلمة جميلة. والله يا بنات المقادير بتاعتها مظبوطة جدا. جربوا المقادير دي هتطلع الكيك معاك. شايفة هشة بضغط عليها عاملة زي الاسفنج بترجع تاني. شايفين الجمال عامل ازاي. هقطعها كده معاكم. طبعا بتسيبها تهدى شوية علشان لما تيجي تقطعيها ما تفرولش كده معاكي. فخرجي الكيك كده من الفرن وسيبيه يبرد كده شوية، ما تقطعهوش على طول. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي، اللون بتاعها فاتح من جوه.
جربوها بنفس المقادير دي هتطلع معاكم كده مظبوطة. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي؟ هقطع التاني كمان معاكم. خلاص هقطع القالب التاني كده معاكم عشان تشوفوا هو مستوي او مش مستوي، بس هو ما شاء الله كمان كان مستوي. يعني انا مخرجاهم الاتنين، هو واحد صغير وقالب صغير وقالب كبير، بس الاتنين خارجين من الفرن مع بعض. شايفين الكيكه فاتحه ازاي؟ شايفين بتضغطي عليها بترجع تاني، ما شاء الله هشه جميله، كانت طعمها كمان جميل. شايفين اللون بتاعها من جوه؟ حبيت بس اوريكم ان اللون قربتها كده من الكاميرا. شايفين من الوش من فوق زي من تحت بالظبط. شايفين من جوه هشه وكانت جميله. دي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم. اشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.